السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو من كل متابعين المحترمين هنا على قناة مصر وطني يفهموا معايا الفيديو ده بكل أريحية كده، ويا ريت الناس اللي هي تختلف معايا في الكلام ده، سواء كنت مختلف أو متفق. لو شايف إن كلامي فيه غلط اكتب لي الصح بتاعك في التعليقات. أولا، الشخصية اللي قدام حضراتكم في الفيديو ده اسمه وائل علي حسين سليمان البربري من محافظة كفر الشيخ تقسيم 4. ده طالع بيعمل استغاثة لسيادة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيعترف على شخصيات كبيرة وشخصيات مهمة في البلد عن غسيل الأموال وتجارة الأعضاء وتهريب الآثار أو التجارة في الآثار. طيب، ايه اللي انا عايز اقوله في الفيديو ده او عايز اضيفه على كلام الشخص ده؟ انا عايز اضيف مش على كلام الشخص ده، انا عايز اضيف لكل الناس اللي بتسمع الشخص ده حاليا، لان الفيديو هنا انتشر بشكل كبير جدا. وعارفين حضراتكم قنوات الاخوان وقنوات المضللين اللي هم عايزين يسيئوا للبلد ويهينوا البلد بيتداولوا الفيديو او بيتناولوا بكم تعليقهم شكله ايه. لكن انا من وجهة نظري الشخصية، اي حد عنده قضية فساد زي كده وعايز يوصلها، مش أول حاجة يفكر فيها إن يفتح الكاميرا أمام التواصل الاجتماعي ويسمع الدول اللي من الداخل والخارج القصة من أولها لآخرها عشان نسمع أدي مصر يا سادة يا محترمين، أدي مصر يا كرام. ده غرضه وده مخزاه من الفيديو، ولا الكلام ده أنا غلطان فيه؟ يعني في قوات أمن وفي جهات مختصة وفي سيادة النائب العام، من السهل انك برضه توصل له وتضيف كلامك وتضيف معلوماتك وتعلن عن قضية الفساد دي، وتعلن عن الناس اللي هي رؤوس كبيرة في الدولة ومناصبهم كبيرة في الدولة. افضل من ان اول حاجة تعملها وتفكر انك تعملها انك تطلع تعمل استغاثة لسيادة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الناس تتابعك وتتعاطف معاك، وفي الاخر يطلع الفيديو فيستك وعبث وفيك في فيك. يعني دي وجهة نظر الشخصية. أنا يا ريت تكتبوا لي في التعليقات إذا كنت أنا صح ولا غلط. وفي كل الأحوال ربنا يحفظ مصر وتحيا مصر.